هل ممكن نادي الزمالك يقدر يحكي لجمهوره قد ايه المستحقات بتوع اللعيبه؟ بيطلعوا كام مليون مثلا يعني؟ هل ممكن نادي الزمالك يقدر يحكي ويقول الاستاذ هشام نصر ليه قدم على قرض حسن؟ هل ممكن نادي الزمالك يقدر يحكي ويقول لجمهوره الخناقه اللي ما بين شيكوبانزا والمدرب اللي بسببها شيكوبانزا استبعد من مباراه القمه واللي حكى عليها شيكابالا في برنامج ابراهيم فايق؟ لكن الاداره هي بس قادره تقول ان في مشكله حصلت من حسين الشحات، هي بس الاداره قادره تعمل كده، ولا قادرين يحكوا على المشاكل اللي بتحصل جوه النادي، ولا يقدروا يحكوا على المستحقات المتأخرة بتاعت اللعيبة، ولا يقدروا يحكوا للجمهور على القرض الحسن اللي راح قدم بيه الأستاذ هشام نصر، ولا يقدروا يحكوا على الخناقة اللي حصلت ما بين شيكوبانزا والمدرب اللي بسببها شيكوبانزا استبعدوه من مباراة القمة. ما يقدروش يعملوا كل ده يا فندم، ما يقدروش يعملوا كل ده. هم اللي يقدروا يعملوه ان هم يغيبوا دماغ جمهورهم، يغيبوا الدماغ دي، يشوشوا تفكيرك عن سبب الخسارة اللي كانت في مباراة القمة. ليه؟ يشوشوا تفكيرك عن أي شيء، لكن الحاجة الوحيدة اللي هم عاوزين يوصلوها جوه دماغك إن إحنا هنعمل في حسين الشحات محضر.